السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. قلت لكم قبل كده فرن المندي ده، فرن المندي اللي قلت لكم قبل كده عملت فيه الفراخ. النهارده هعمل أكلة تاني من الأكلات الموجودة هنا أهي، زي ما انتم شايفينها كده على اليافطة دي. ده فرن قلت لكم فرن سحري، على أساس بيطهو أي أكل بدون يعني نقول إيه، يطهو بالحرارة والضغط والرطوبة، ما فيش لا نار ولا دخان. وهتتفرجوا وتشوفوا. انا عملت الفرخه قبل كده والرز البسمتي او الرز العادي. المره دي بقى على سمك ماكريل. يا جماعه، سمك ماكريل اللي بيسموه سمك الماكريل او سمك تونه، ساعات ناس بتسميه كده. متبل، مفتوح البطن بتاعته، متنضف ومحطوط له الخلطه بتاعته زي اللي بيتحط في الفرن بالظبط، فرن البيت عادي. لكن انا هنا بعمله زي ما انتم شفتوا كده في فرن السحر اللي انا عامله ده، والليمون، وعندك الطماطم، جزر، في بصل، في توم، في كمون وملح، ليمون زي ما انتم شفتوا المجموعه دي كلها. طبعا معصور عليه عشان الزفاره، وشويه زيت صغيرين وشويه ميه صغيرين. هنا عندنا في فرن المندي زي ما احنا شايفين، قلنا في سخان تحت كهرباء، ماشي، في حله فيها شويه ميه عشان تعمل بخار. يعتبر ده طهي بالبخار، يعتبر هنا طهي بالبخار بالظبط. ماشي يا جماعه، هحط ده اهي. بسم الله، صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بتوقع هنا انا لسه مسخنه يا جماعه من شويه، ماشي لسه سخن من هنا يعتبر لسه مسخنه، مفيش 10 دقايق. هنبدا نقفل عليه، ماشي، وياخد له حوالي نص ساعه كده تقريبا. يعني نقول بعد نص ساعه هنفتح عليه. ممكن بقى يتحط بردك لو المطاعم تحط انواع سمك كتير، ماكريل اي نوع، بس ما يكون نوع فيه دهون وسمنه مزبد، يعني يبقى احسن، يطلع طعمه اجمل بكتير، احسن من السمك اللي ما فيهوش، او سمك صغير ما ينفعش. لازم يكون سمك مزبد زي البوري وزي الماكريل. البوري او الطبار ينفع لنفس الموضوع. وان شاء الله ما يطلع سمك ان شاء الله هوريه لكم، هتدوقوا طعمه، انا هدوق طعمه او لو عايزين اعملوه بالطريقه دي، بس صعبه شويه، لازم يكون فرن زي ده. يعتبر الفرن ده يعني بيضاهي البروستد الفراخ البروستد يا جماعه. الفراخ البروستد لازم يكون حله معينه، حله طهي معينه، اللي هي يعتبر حله البروستد، اللي هي القلايه البروستد، اللي هي بالضغط، قلايه بروستد بالضغط الجامد، بيتحط فيها الفراخ متبله جاهزه ومعمول لها الخلطه السريه بتاعتها، زي بتاع كنتاكي كده. كنتاكي كله شغال بنفس بالحلل الطهي، او نقول ايه، قلايات الضغط، زي ماركه امريكي اسمها هينيبيلي، دي مشهوره جدا، دي احسن ماركه موجوده، وبيشتغلوا عليها بتوع وفي فراي ماستر بردك قلايات بالضغط، على اساس الضغط مع ضغط الزيت ومع سخونيه الزيت بيسوي الاكل في خلال وقت قياسي. يعني هناك في البليشر، الحله قلايه البليشر بتاخد حوالي 7 8 دقائق، ماشي، بكميه فراخ كتيره. طبعا بينزل بالباسكت كله في مجموعه حوالي 5 كيلو مثلا، متبلين ومعمول لهم خلطه سريه بتاعتهم. هنا نفس الموضوع برضك يا جماعه، بس هنا الفكره بتاعته بالضغط والحراره والرطوبه، بيدي طعم اجمل، مفيش اي حاجه غير صحيه، ما بيستهلكش زيت، حاجه مهمه جدا، ما بيستهلكش عماله. الكهرباء بتاعته 220، انا عاملها في البيت اهو، الكهرباء بتاعته 220 فولت زي ما انتم شايفين. استهلاك الكهرباء قليل جدا، ما بيستهلكش كتير. العماله مفيش، يعني ممكن انت ومعاك مراتك ممكن تعملوا شويه فراخ وتحطوها في الفرن ده وتبيعوا منه مع الرز مع البتاع بكميه كتيره. ممكن يعني يكسب، مش هتصدقوا، ممكن يكسب 1000 جنيه في اليوم. 1000 جنيه في اليوم، من 500 ل 1000 جنيه في اليوم، ده المحلات البسيطه الصغيره اللي منطقه شعبيه. ماشي، ان شاء الله اول ما يطلع السمك هوريه لكم، وهوريكم بردك الشكل بتاعه من جوه. هنفتح واحده كده وهندوق ونقول لكم الراي ايه. يلا سلام.
تمام. كده خلصنا الوقت بتاعنا حوالي نص ساعه و5 دقايق او نص ساعه مثلا. دول سمكتين. هنفتح كده. انا كده فتحت من شويه البخار يا جماعه. البخار من تحت من هنا من الحنفيه دي. شايفين شويه بخار بيخرجوا لما يكون في كميه سمك او فراخ بيطلع منهم ايه؟ شويه البخار. فانا فضيت كده البخار وابدا ايه؟ اهو اهو اهو. شايفين؟ ادي السمك نطلعه مستوي زي الفل اهو. بصوا يا جماعه مستوي اهو اهو. مهري مش مهري يعني اهو. بصوا الديل اهو. ماشي. ندوق. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي اهو اهو. الصوت ده بنجمز بيه جميل. ممكن ناخد منه نحط على ايه؟ بتاع. نحط عليها ليمون شويه ملح وكمون من فوق بردك. بصوا اهو. جربي اهو اهو يا جماعه. بصوا الجنب التاني اهو اهو. شايفين اهو؟ شايف السلسله؟ سلسله الايه؟ السمكه اهي. كل حته لوحديها مفيش حاجه شوك ولا حاجه. هو اصلا السمك ده بيبقى مدهن شويه او فيه سمين فبيبقى طري وجميل ما بينشفش مننا. طبعا ما بيتحمرش ده في الوش زي البخار بالظبط. ده ممكن يتفصص يا جماعه ويتعمل بشويه توابل كده. يتعمل زي التونه بالظبط. اجمل من التونه وصحي ومعروف انت جبتي ايه وعملتي ايه. سمك الماكريل حلو ونضيف يعني انه يعني مستورد بس ايه الحمد لله نقول ايه طلع زي الفل اهو. وان شاء الله نقابلكم في حلقه جديده واكله جديده في فرن المندي فرن السحر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.